أتلتيكو مدريد قبل أيام فقط سحق برشلونة 4 أهداف بلا رحمة، والجميع قال فريق سيميوني مرعب، ولكن الليلة تحدث صدمة كبيرة، الليلة تحدث فضيحة عالمية. رايو فاليكانو يهزم أتلتيكو مدريد 3-0 وأداء كارثي ما له أي مبرر. الغريب أن هذا الفريق يملك خط هجومي فتاك، جوليان الفاريز وانطوان جريزمان ولوكمان وجوليانو سيميوني. كيف فريق يهزم برشلونة ويهزم ريال مدريد وبعدها ينهار قدام الفرق الصغيرة؟ دييغو سيميوني مدرب عنده خبرة وعنده اللاعبين وعنده كل الأدوات، لكن ما عنده استمرارية. أتلتيكو مدريد فريق كبير في القمم، لكن في سباق الدوري يتعثر ويضيع النقاط ويخرج بنفسه من المنافسة. والسؤال اللي ما له جواب، كيف فريق يهزم الكبار وما يقدر ينافس على لقب الليغا؟ شاركنا رأيك في التعليقات، وإذا عجبك المقطع اعمل لايك واشترك في القناة عشان نوصل ل 10,000 مشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.